هذا الحارس الممتاز متميز، حارس رائع، راح يشارك، راح تشوفه في الدورة حارس ممتاز. انا اول خطره شفت حارس تريز انتيليجون، مستوى عالي حقيقة، واحد من افضل الحراس حتى في كاس العالم قدم مستوى كبير جدا. كان حاسم ميدو في العديد من المباريات. اجتمعوا ولو مرة وحاولوا أن تتفقوا على تكوين حارس مرمى واحد للمنتخب الوطني. مدونا في هذه الاجتماعات، هيا لنتفق. قال عندنا مشكل كبير في المنتخب الوطني في حارس المرمى عماد، كمعلومة رسمية، لأننا لم نعثر على حارس مرمى. لكن عندنا بنبوط، عندنا لا وش يقول فريد؟ وش يقول فريد؟ الفرق الجزائرية وهي تجري وتبرمج وتلعب مباريات بطولة وكأس وما إلى ذلك، لم تستطع أن توفر وتكون لدينا حارس واحد في المنتخب الوطني. ما نساوش باللي بونو لحق الدومي فينال دو لا كوب دو موند. ما توجدش دومي فينال مي سي اون دومي فينال دو كوب. ما داش كوب دو موند. انا ما قلتلكش باللي هو احسن، سي با زان تيتر. انا نقول لك ما تنساش باللي اختيار سو سون لي تكنيسيان، كولاج دو تكنيسيان افريكا هما اللي خيروا. لا سي ان فوت سي ان فوت نو سي با دي جورناليست، سي ان كولاج دو تكنيسيان، سي ان جروب دو تكنيسيان افريكان شوازي با لا كاف، هما اللي يخيروا شكون يدي لو ميور جوار افريكان دو لاني. هذه وحده. سكوندو انني نقول باللي اذا فاز بها عنده لي جوستيفيكاتيف كما قال عليه، ولكن ما تنساش باللي كاين منافسين عندهم دي زارغيمون اوسي. بونو دا une coupe d'Europe. C'est vrai que c'est la deuxième Europe ou demi-finaliste de Coupe du Monde dans une année de Coupe du Monde. Donc إذا كنت c'est pas un titre demi-finale, c'est pas un titre, c'est une performance. C'est une performance. C'est une performance. Mais اسمح لي, le titre où le trophée ne récompense pas seulement les titres, il récompense aussi le rendement individuel. Le rôle de Bounou في l'équipe du Maroc a été décisif. Sans lui, peut-être le Maroc ne تلحقش le demi-finale de Coupe du Monde. Donc, احنا دوك رانا dans un plateau algérien. أنا si je veux être chauvin, je vais te dire خليني نهضر أنا. Si je veux être chauvin نقول لك محرز لازم يديها وعنده لي جوستيفيكاتيف لي زارغيومون. Mais si je veux être neutre, je dis باللي بونو عندهم aussi des facteurs. الجزائر بسمعتها تعترف بأن هنالك كولسة في إفريقيا، لأنه أنت لما تعرف باللي راك في قارة إفريقيا وتعرف قواعد اللعبة كيف تتم، فأنت يجب أن تدرك هذه القواعد حتى تحمي مثل هذه الجوائز من الاحتيال والسرقة مثل ما يقوم الآن المغربي لقجع. الحقير في هذه الحكاية للأسف هو فوزي لقجع، نقولوها يعني قلنا عشان المغرب هي اللي عملت كل شيء، لما ولكن نقول لك فوزي لقجع هو من كان وراء الستار. بالتالي إفريقيا هذه متهمة في السياسة بالديكتاتورية، بالعسكرة أنهم يحكمون البلدان، حتى في الرياضة اللي هي الحاجة الوحيدة اللي كانت تفرح الشعوب الأفارقة. يحاول ديكتاتور قادم من المملكة المجاورة أن يختطفها لصالح بلده ولصالح لاعبيه، أن يتم سرقة إنجازات الآخرين والبلدان تاعهم تتفرج، فهنايا كارثة عظمى. نعم غريب، هذا الشيء غريب، ولذلك لازم ننتظر ردود فعل. وهذه الفضيحة يعني كل العالم سيتكلم عنها. معايير اعتمدت عليها، ليست هناك أي معايير سوى أن هناك مهازل وفضائح لعصابة تحكم الكرة الإفريقية. الذين كانوا يتحدثون، دعك من الإفريقيين يا عماد، أنا أتحدث عن الأشقاء الجزائريين الذين كانوا يتحدثون ويتحججون بأن إخفاق الجزائر في المرور إلى المونديال القطري كان بسبب أخطاء تقنية. أقول المنتخب المغربي ما يمشيش، احنا كون ما تكونش الكولاسة نحن أقوى منهم بكثير يوسف، والكولاسة هذه اللي راهي من دارة باش يحطموا فقط الجزائري. منهم هذا لبجع ماشي لقجع اللي مازال ما حبش يشبع وزاد معه الافريقيين ودخلهم في اليهود. يا يوسف تقي مولاك، احنا اي فريق نلعبوا معاه يعني نفوز عليهم، ولما لا يوسف. احنا عندنا فريق اللي يطروريش، احنا النجوميه اللي عندنا ما عندهمش في المروك. انت لما تقارني زياش ومحرز هذه حرام. افتخر باني جزائري وما نحبش الحكم المغربي، لا احب حكمكم. زعفان على المخزن ديال الحكام ديال. لن يرضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم يا يوسف. المنتخب المغربي ما يمشيش، هذا رايي شخصي،
كاين ناس يتشتم فيا، لا احب حكمكم، انا نحب الحكم ديالي، حكم الاسلام. انتم انا نقول على الحكم ديالو ماهوش مؤمنين الا بالاسم. احنا اسلام مسنا خارج منا، احنا كما يقولوا الدين والدنيا، عندنا دين ودنيا. احنا الرؤساء تاعنا متجه ما ننجمش ندخل لك سياسه. علاش قلت بان المنتخب المغربي لن يذهب بعيد؟ هذا حسب رايي فريق لما يكون كيما الجزائر دات كوب دافريك ونزلت في الكاميرون حطت ديريكت، لانه فريق يكون متوج راح كل الفرق راح توقف معاه الند للند. هل المنتخب المغربي تحدث على انجازه في كاس العالم يعني راح تاثر عليه؟ دوك اي واحد يلعب مع المنتخب المغربي نحينا غير احنا احنا ما عندناش مغرب الفرق كلها سواسيه، احنا اي فريق نلعبوا معاه يعني نفوزوا عليهم. ولما لا يوسف، احنا عندنا فريق اللي يطروريش، احنا النجوميه اللي عندنا ما عندهمش في المروك. انت لما تقارني زياش ومحرز هذه حرام. ما كاينش مقارنه. انت دوك انت كون ماشي من الحكم المخزن هذايا، يعني من الاقوى؟ من تشوفوا الاقوى بين المنتخبين؟ احنا كون ما تكونش الكولاسه نحن اقوى بينهم بكثير يوسف. والكولاسه هذه اللي راهي من دارة باش يحطموا فقط الجزائري. منهم il revient en forme بعد المونديال بوتيتر لوروب وهذاك صاب صحته وصاب راحته وعاود ولا في القمه. كرون جوار كيما هذاك راهو شويه دانت، وهذه صافي بارتي دي فوتبول. رانا دوكا الشياطين دخلوا في الفوتبول، وعلى هذه سي تيرميني. درك راهو او ميم نيفو كيما كاع لي جوار. ما كاش دوكا كيما كان واحد الوقت فات، كان دركا راهو في لو ميم نيفو. ان شاء الله يزيد يكمل هكذايا، لان راهو اون بلان فورم ولونترينور اللي ساتيسفيت. الحارس ياسين بونو الحارس تريز انتيليجون. سارتان بي انت تقصد على المغرب تسمى لا، ما عدا المنتخب المغربي الذي لم يسبق له الوصول الى نصف النهائي. واش عليه؟ بصح الحق الوقت كانت هناك رشوه، لكن كتموا كل هذه المشاكل هذه وسكتوها، ولك ذاك اللي ما صرا والو. لكن تشوف هذا الانسان هذا دائما يحاول يضرب استقرار الجزائر. لازم نقول له الجزائر كبيره عليك، تطلع تهبط، الجزائر كبيره عليك مهما تحاول تخلق المشاكل. المدة ضحك الخوت الاعلام الجزائري تستوى خرج له من القب بسبب فوز الحارس المتألق المغربي ياسين بونو بجائزة الأسد الذهبي بجدارة واستحقاق من بعد الوصول ديالو مع المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم، وخسارة الحارس الجزائري مبولحي اللي ما قدروش انهم يوصلوا حتى لكأس العالم. خسروا امام الكاميرون وسط بلادهم وسط الجماهير ديالهم، ودابا كيقولوا لك بان ياسين بونو ما كيستحقش هذه الجائزه ديال الاسد الذهبي اللي ربحها. لهذا بغيتكم كاملين تزلزلوا هذا الفيديو باللايكات باش نوصلوا للاعلام العالمي ونفضحوا النظام العسكري الجزائري الفاسد وعصابات الكبرانات. وصلوا هذا الفيديو لاكثر من 10,000 لايك وكتبوا بزاف ديال التعليقات باش نفضحوا هذه العصابات ديال الكبرانات. وخليت لكم ايضا واحد الفيديو خطير بمعنى الكلمه، الرابط ديالو غادي تلقاوه في اول تعليق اسفل هذا الفيديو. دخلوا ليه حتى هو، زلزلوه باللايكات، كتبوا فيه بزاف ديال التعاليق باش نوصلوا هذا الفيديو ايضا الى الاعلام العالمي ونفضحوا عصابه العسكر الجزائري، عصابه الكبرانات امام الاعلام العالمي.